السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل معاكم سحور يوم الاثنين وكده. هنا بقى كنت معايا بصلايه صغيره كده مقطعاها مكعبات صغننه. هبتدي ان انا اشوحها في حته زبده، وبعد كده هقطع عليها طماطم برضو قطع صغيره وكده، وبعد كده هحطها على ايه بعد ما البصله تدبل معايا. هنا بقى كنت بقطع الطماطم زي ما انتم شايفين كده، هقطعها وبعد كده احطها ايه على البصله. هبتدي بقى ان انا اشوحها حبة حلوين كده مع بعض، وبعد كده هضيف عليها الفول. هنا بقى كنت كمان مجهزة معايا بصلاية برضو، كنت مقطعاها مكعبات صغننة كده، وبعد كده هجيب عليهم برضو طماطمية مكعبات صغيرة، وبعد كده بقى ايه، كان معايا علبة تونة يعني لا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، الحجم المتوسط اللي هي مفتفتة. هبتدي بقى ان انا احطها كده بالزيت بتاعها، عشان ما اضيفش ايه زيت تاني، يعني انا بحس ان الزيت بتاعها بيديها طعم يعني وكده. معايا بقى كمان معلقه خل، ومعايا كمان عصره ليمون. انا بصراحه بقى ما كانش عندي يعني في التوقيت ده ليمون وكده، اكتفيت بمعلقه الخل وخلاص. وهبتدي بقى ان انا اقلبها كلها مع بعضها. بعد كده معايا قطعه جبنه كده، يعني معلقتين صغيرين وكده، هجيب عليهم طماطميه و... وقرن فلفل كده، لا كبير قوي ولا صغير قوي، يعني حجم متوسط. وكمان معايا خصيتين كده، عودين خاص، يعني قطعتهم كلهم مع بعض كده وقلبتهم في الجبنه. بقوا بالشكل الجميل زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى معايا كمان خيارتين كده هقطعهم برضو، يعني حاجه كده نبلع بيها جنب الاكل. هنا بقى ابتديت ان انا اقطع الخيار شرايح كده زي ما انتم شايفين. وكنت مجهزه كمان معايا حبه خس حلوين كده، كنت غسلاهم طبعا ومنضفاهم ومخليهم ايه على الاكل. قلت اما احطهم جنب الخيار وكده للتبليع مع الاكل يعني وكده. هنا بقى كان خلاص خلصت بقى السحور وكده. قلت بقى كمان ايه، اما اقلي كمان بيضتين كده، ايه اظبط بقى ايه الدنيا، تبقى كده خلاص كملت الاكله كده، تبقى اكله متكامله يعني ايه، مش ناقصهم حاجه. هنا بقى معايا 3 بيضات كده، معايا كمان معلقه زبده حطيتها بقى ان هي تسيح زي ما انتم شايفين. وابتدي بقى ان انا احط البيض كده واحده ورا واحده، وكده يبقى معانا السحور بتاعنا بقى خلص كده بقى بالشكل الجميل. هنا بقى خلاص قلت بقى ايه، خلي البيض بقى الاخر عشان يبقى ايه، يبقى سخن معايا ويبقى جاهز يعني ايه على الاكل على طول. هبتدي بقى ان انا اعمله وخلاص كده خلصه. وكنت بقى إيه مجهزه الشاي وكده. هبتدي بقى ان انا اعلق عليه بعد ما نسحر وكده. وده بقى كان الشكل النهائي بتاع السحور بتاعنا. يا رب دايما يبقى وجودي خفيف عليكم. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش الاشتراك في القناه، ما تنسوش دايما يا حبايبي تتابعوني، وما تنسوش كمان الصلاة على النبي في الكومنتات. دمتم في رعاية الله، مع السلامة.